في عاملين مهمين جدًا هُم اللي بيحركوا الإنسان، وبيخلّوه يعمل الحاجات اللي هو عايز يعملها، والسببين دول ليهم علاقة ببعض. أول سبب هو الخوف، الخوف هو المحرك الأساسي لأي فعل للإنسان، من أول البشرية ما بدأت، وأحداث كتيرة مهمة غيّرت العالم كان سببها الخوف. الخوف هو اللي بيدفع الإنسان إن هو يهرب من حاجات لحاجات تانية، ويهرب من مكان لمكان، ويهرب كمان من شخص لشخص. الخوف من المسؤولية بيخلّي الإنسان يهرب، والخوف من الناس بيخلّي الإنسان يهرب للوحدة، وخوفه من الوحدة بيخلّيه يهرب للناس. الخوف هو اللي بيحرك أفعالك كلها. تاني حاجة المصلحة، المصالح من الحاجات المهمة اللي بتحرك الإنسان. كل واحد بيدور على مصلحته، وبيدور على احتياجاته بكل الطرق الممكنة، والطرق ديت لازما يمر فيها بناس بتخدم مصلحته، يبقى لازم يقرب من الناس ديت قوي. دول أهم سببين بيحركوا الإنسان، ممكن يخلوه يقرب من ناس ويبعد عن ناس تانية. كل واحد ليه مصلحته اللي بيعمل لها كل حاجة بتخدمها، وبرضه كل إنسان ليه تخوفاته اللي بيهرب منها وبيبعد عنها. إحنا في الآخر بشر مش ملايكة. تعالى بقى نعرف هنتعامل مع ده إزاي. فتح دماغك بقى وتعالى نتكلم مع بعض شوية. 90% من الخوازيق اللي بيتعرض لها أي واحد بسبب حكمه بالنظرة الأولى على المظاهر اللي قدامه. يعني الناس بتحكم إن هي تقرب من أي حد، ده بسبب حكم هي خدته ملوش دعوة بالواقع. شكله طيب محترم. بص يا صاحبي، مفيش شيطان هيجي يقولك أنا شيطان. دايما الشيطان بيتجسد للإنسان في أحسن صورة. عشان كده حاول تسيب مسافة ما بينك وما بين غيرك مهما كان قربك منه. وعاوزك ما تخليش حكمك سريع على الناس اللي قدامك من غير ما تتعامل معاهم. الحقيقة أنا بستغرب من بعض الناس اللي بيقربوا من ناس ما يعرفوش عنهم أي حاجة، وبعد ما يبعدوا عنهم بيزعلوا. طيب انت يا ابني قربت منهم ليه؟ بناء على ايه؟ انت تعرفهم اصلا؟ ديت هتكون نتيجة طبيعية لما يبعدوا عنك. ما تديش الامان المطلق لأي حد. دايما خلي جواك احتمال ان الشخص ده ممكن يتغير، أو أنت نفسك اللي هتتغير. بلاش تتوقع الملايكة من البشر وتتعشم فيهم، عشان أنت اللي في الآخر هتزعل. لما نيجي نبص على حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هنلاقي الحديث ده بيقول إنك لازم تكون واعي في تعاملاتك. اللي مش بيتعلم من التجارب بتاعته ده واحد ساذج. والمؤمن لازم يكون فطن وذكي كمان في تعاملاته. لما تيجي تحب مثلا ما تحبش جامد قوي، عشان الشخص اللي انت بتحبه ده ممكن في يوم من الايام يبعد عنك. ولما تيجي تكره بلاش تكره جامد، عشان ممكن اللي انت بتكرهه ده يكون اهم واحد عندك في الدنيا. بص برضك يا صاحبي، انا عاوزك تقدر الناس، قدرهم حسب اللي بيعملوه ليك، ورتبهم كمان حواليك حسب افعالهم. قرب منك الناس اللي تستحق. حاول ترتب اولوياتك مع الناس وتعرفهم كويس. قسم اللي حواليك ل10 دواير، كل ما الدايرة بتاعتك بتوسع كل ما احتياجك فيها بيقل. بس أنا عايزك يا صاحبي ما تكونش عشوائي، مش عارف إيه المهم وإيه لأ، مين يستحق ومين ما يستحقش. وإنت بتفلتر اللي حواليك فلترهم بعقلك مش بقلبك، لأنك إنت ممكن تحط حد في تاني دايرة وهو من أساسه حطك في تامن دايرة. فلتر يا صاحبي واعرف مين المهم عندك، واعرف انت مهم عند مين. ميزة الكلام اللي انا قلته لك ده كله انه بيختصر عليك وقت كتير جدا من المشاكل، لانك ساعتها هتبقى عارف انت بتعمل ايه، وعارف اللي انت بتتعامل معاه كويس، وعارف اللي قدامك كمان حبه صادق ليك ولا حب مصلحة. بس بقى يا صاحبي العشوائية اللي انت تبقى مش عارف انت عايز ايه، ديت اللي هتجيب لك مشاكل كتير وهتخليك ساذج ما بتتعلمش. ساعات بتكون غلطتك إنك بتكون مدي ناس مكانة أكبر من اللي هم يستحقوها في حياتك. العيب مش منهم هم، لأن زي ما قلبك مديلهم المكانة ديت، هم قلبهم برضك مدي نفس المكانة ديت بس الناس تانية. فبلاش بقى تلوم غير نفسك، لأن الحاجات ديت بتكون باينة بس انت اللي مش عايز تشوفها، علشان ماشي ورا قلبك بس.